عليكم. النهارده هنتعلم مع بعض ازاي نخزن الليمون لفتره طويله جدا ويفضل فريش معايا كده وما ينشفش معايا في التلاجة، ان احنا نحطه في الباب او نحطه على الشبكه فبينشف معانا في فتره قليله قوي. طب ازاي ان احنا نخزنه؟ اول حاجه انا جايبه اهو معايا شويه ليمون حلوين كده، ممكن تجيبيه اصفر اخضر زي ما انت عايزه، وعايزه تخزنيه فتره طويله في التلاجة، يعني مثلا يقعد شهر، يقعد شهرين. طب ازاي يقعد فتره طويله في التلاجة ويفضل زي ما هو كده فريش كاني لسه شاريه؟ اول حاجه انا جبت الليمون اهو، غسلته كويس قوي، وانتي بتغسليه ممكن تحطي شويه خل، وبعد ما تغسليه لازم تحطيه على حاجه عشان ينشف، يا اما تنشفي واحده واحده. ادي دلوقتي في طريقه معايا اهي، ان انا احط الليمون بعد ما اغسله احطه في كيس كده، وابدا ان انا اصفي كل الهواء اللي موجود في الكيس. تمام كده، هواء شفطناه تشفطيه ببقك عادي خالص وتربطيه وتحطيه في التلاجة. ده كده هيقعد معاكي لمدة اسبوعين. تمام كده، دي طريقة. في طريقة تانية برضو، ان انا اجيب استريتش اللي هو ده، تمام كده، وتبدأي تلفي كل ليمونة في الاستريتش بالشكل ده، بس طبعا اللي هي تكون الليمون ناشف كويس قوي، وتبدأي تلفي الليمونة كويس قوي، ما يبقاش واصل لها اي حاجة من بره، كل ليمونة لوحدها بالاستريتش ده. طب انا ما عنديش الاستريتش، اي ورق كراسه من عندك ممكن تحطي فيه الليمون، يعني ورقه بالشكل ده كده، وتبداي تحطي فيها الليمونه وتبداي تلفي عليها كده الليمونه. ادي دي برضو طريقه، بس تلفيها برضو ان هي ما يبقاش واصل لها اي هواء من الجناب او من غيره، اللي هو ما يبقاش واصل لها حاجه خالص. وممكن برضو بطريقه تانية، اللي هي لو ما عندكيش ده كله، ممكن لو عندك ورق فويل اللي هو ده، تمام كده، تحطي برضو الليمونه وتلفي عليها بالشكل ده. يعني المتوفر عندك اعملي بيه، يا اما ستريتش، يا اما ورق فويل، يا اما ورق كراسه عادي خالص، وتبداي تعمليه في علبه ثلاجه محكمه كده، تمام كده، وتبداي ترصي فيها الليمون بتاعك. ادي دي طريقه، تمام كده. الطريقه دي هتخلي معايا الليمون محفوظ لمده شهرين في التلاجة، هيفضل فريش زي ما هو كده، يقعد شهرين، تمام كده، يقعد فتره حلوه، او ممكن كمان اكتر من كده، هيفضل فريش بالشكل ده، تمام كده. طيب ادي دي طريقه. الطريقه اللي بعد كده، ان انا اجيب علبه تلاجة تكون نظيفه خالص وناشفه بالشكل ده، ونحط فيها منديل بالشكل ده، تمام كده، وتبداي طبعا الليمون ناشف كويس قوي واحنا غاسلينه بالميه وبالخل، اذا اللي هو متعقم حلو قوي، ونبدا نحطه في علبه التلاجة بالشكل ده، هيقعد معايا شهر في التلاجة فريش بالشكل ده، تمام كده. وطبعا نغطيه بعلبه التلاجة. ادي دي الطرق بتاعتنا اللي احنا ممكن نحفظ بيها الليمون لفتره طويله جدا في التلاجة. طب لو انا بقى مش عاجبني الطرق دي وعايزه اخلي الليمون بتاعي بره التلاجة، اذا انت هتجيبي برده الليمون وتغسليه كويس قوي، وبعد ما تغسليه وتجففيه كويس قوي من الميه، هتبداي تعملي له محلول، تمام. تعملي برطمان كبير كده او برطمان صغير حسب الكميه اللي انت جايباها، وتحطي كل كوبايه ميه في البرطمان بتاعك قدامها معلقه صغيره من الملح ومعلقه صغيره من السكر، تمام. ممكن المحلول بتاع ده الليمون بتاعك يقعد سنه بره التلاجة، بس هتضطري ان انت كل اسبوع تغيري المحلول ده، تمام. يعني هتدلقي الميه دي وتعملي محلول من اول وجديد، ده لو عايزه الليمون بتاعك يفضل فريش بره التلاجة فتره طويله جدا. طبعا ما تقلقيش خالص ان هو هيخلل او غيره، لا، هيفضل زي ما هو، بس اهم حاجه ان انت تغطي الليمون كله لاخر حاجه بالمحلول بتاعك، تمام كده. يا رب تكون استفدتوا من الفيديو، واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.